مبروك يا بنتي يا سكينة. الله يبارك فيك يا رب يا عيشة، اشرب شربات عوضك انت وسكينة كمان. عن قريب ان شاء الله ونشرب شرباتك وانت راجعه من الحج يا خالتي. يا رب، لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا سلام، ما في احلى من الفرح لما يدق على باب البني ادم. ربنا يكتر فرحنا كمان وكمان يا ماما. عقبالك يا نوال. لا انا لسه قدامي الجامعه، ولما اتخرج واخد شهادتي ابقى افكر في الحاجات دي. اهو ده الكلام الصح والمظبوط. انما سكينه بقى انا عارف طول عمرها بتفكر في الجواز، وهو جالها عدلها. بص بقى يا علوة، بالنسبه لشبكه السكينه هتكون جاهزه في خلال اسبوع بالكتير. اسبوع؟ وماله، ربنا يتمم بخير يا اخويا. اما بقى بالنسبه لكتب الكتاب والدخله، حيلك يا مكاوي، كاتب كتاب ايه ودخلت ايه اللي هنتكلم فيها دلوقتي؟ ولازمته ايه الاستعجال يا ابن خالتي؟ مستربع على ايه؟ ولزومه ايه التاجيل ما دام الشغل موجود والشقه موجوده؟ ايوه، هي فين بقى الشقه دي؟ لقيتها قريبه منكم هنا، شقه ايجار قديم وخلو رجل معقول، يا دوبك اجيب باقي فلوس شقه طنطا واجي اخلص فيها. الله الله الله، ده انت موضب كل حاجه، ما عندكش وقت. خير البر عاجله، وما دام الشقه بقت موجوده والعروسه موجوده يبقى ما فاضلش غير الجهاز اللي يسعدها، ها ولا ايه يا عم علي؟ عندك حق والله يا مكاوي، بس كل شيء باوان، ربنا يسهل. والنبي على اخوكي ده صعبان عليا قوي يا عيشه، هيلحق على كل ده منين؟ ربنا يكون في عونه يا حماتي ويرزقه. ايوه ما قلناش حاجه، بس اخوكي ده راجل ارزقي، رزقه يوم بيوم، وخبطتين في الراس توجع. نصيبه كده بقى، هنعمل ايه يعني؟ قلنا سكينه بنت ولازم يسطرها، لكن مقصوفه الرقبه الصغيره يدخلها الجامعه ليه؟ علي هو اللي عايز كده، بيقول نفسه تحقق له الحلم اللي محدش فينا حققه. يا اختي بلا حلم بلا كوابيس، هو اخوك علي ده اللي غاوي منظره عشان يقولوا دخل اخته الجامعه؟ ما انا عارفه انتوا عيله من اخوليا، يا ما هنا يا ما هناك، وعلى راي المثل فقر وعنطزه. بس تعرفي يا عيشه العلام برضو كويس. ما انا بقول كده برضو يا حماتي. وطبعا مقصوفه الرقبه ما صدقت انها تخش الجامعه وهتبقى في وسط الصبيان، ما انا عارفاها ميصه. انا اختي مش ميصه يا حماتي، انا اختي متربيه احسن تربيه. من ناحيه متربيه هي متربيه ومن بيت اصول، لكن عينها بجحه كده وقادره. انما سكينه اسم الله عليها عقل وست الستات واخلاق مفيش كده. الحمد لله، اخيرا قلت في حق حد من اخواتي كلمه حلوه. بس تعرفي يا بنتي يا عيشه، انا متهيألي هي مش هتعمر في الجواز. يا اختي تقفي من بقك كفلنا الشر، ليه بتقولي كده؟ البت اصلها كده فيها حته نمرضه ولقم متغطي. يا لهوي، سكينه؟ ايوه سكينه، قطعها تقطعها، ده حتى لو ابن خالتك استحملها على كده برضه هيطلقها عشان مش هتخلف. وانتش عرفك بقى؟ ما هي طالعه لك يا موكوسه،